السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنديرو غريبة ديال الجلجلان. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. غندوزو معكم المقادير وطريقة التحضير. عندنا باكية ديال الزبدة مارغرين وجوج كيسان ديال سنيدة، كنديرو باكية ديال المارغرين وكنديرو عليها جوج كيسان ديال سنيدة وكنبداو كنخلطوهم مزيان حتى كتندمج سنيدة مع الزبدة. كنخلطو مزيان ومن بعد كنزيدو عليها جوج كيسان ديال الزيت. العبار دا نعبرو بكاس العنبة. كنديرو الكاس الاول وكنخلطو بحال هكايا باش كيجينا ساهل، دغيا كيتخلط لينا مع الزبده وسنيده. ومن بعد كنضيفو الكاس الثاني وكنخلطو عاوتاني مزيان. عندنا هنا جوج بيضات كنديرو غير الصفر ديالهم فقط وكنخليو البيض للتزيين. هاد الغريبه راه كتجي ساهله ودغيا كتوجد، تقدري توجديها في اخر لحظه. ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. كنديرو واحد الفانيلا، ساشيه ديال الفاني، وكنبقاو كنخلطو. كنديرو الصفار ديال البيض، جوج صفار البيض، كنديرو كاس ديال الجنجلان مطحون. كاس ديال الجنجلان كنطحنوه هكاك خضر ما كنحمروهش. كنديرو رشيشه ديال الملحه، غير شويه الملح، ضروري من هذيك القبيصه ديال الملح. وكنبداو كنضيفو الدقيق بشويه بشويه. كنزيدو عليه جوج خمارات حمرين. كنضيفو هادوك جوج خمارات فوق الدقيق باش ما كيمشيش ليهم الجهد ديالهم. ما كنديروهمش ديريكت على هذاك الخليط ديال الزبده. كنبقاو كنزيدو الدقيق بشويه بشويه وحنا كنخلطو. كنجمعوا العجينه، ما كندلكوهاش، غير كنحاولوا نجمعوها. كنبقاو مستمرين هكا حتى كنكملوا، حتى كتوجد لينا العجينه ديالنا. كتكون شويه خفيفه. من بعد ما كتوجد العجينه كنبداو كنكوروا فيها على شكل غريبه وكندوزوها في بياض البيض وكنفندوها في الجنجلان.
كنحاولوا كنديروا غير كويرات صغار شويه، حيتاش ملي كندخلوها الفران عفوا راه كتنفخ. كنديروها في بياض البيض، كنحاولوا نبسطوها شويه ونديروها في بياض البيض، وكنديروها في الجنجلان. ومني كنحيدوها من الجنجلان كنحاولوا نوركوا على هذاك الجنجلان شويه بيدينا باش كيبقى ثابت على الحلوه. انا عندي هنا كاوكاو هذاك الصغير، شديته ودخلته الفران، غير صهدته شويه باش كتكون تسهل عليا تحيد ليه هذيك القشره ديالو. من بعد ما صهدته شويه خرجته وحيدت ليه هذيك القشره، هو باش كنزين الحلوه. كنستمر هكايا حتى كنكمل. كنحاول كنورك على هذاك الجنجلان باش ما يطيحش مني كندخلو الحلوه للفران. بحال هاد الطريقه كيتبت مزيان في العجينه. عندي كاوكاو هنايا كما قلت لكم، راه صهدته وحيدت ليه هذيك القشره ديالو، وتقريبا قسمته من النص كما موضح في الصوره. كنبدا كندير كل نص حبه ديال الكاوكاو كنديرها فوق غريبه وكنضغط عليها شويه، كنضغط عليها باش كتثبت مزيان في الحلوه. ومني كندخلو الطاوه للفران، ملي كندخلو الحلوه ديالنا للفران كنخليوها غير كتبان لينا بدات كتنفخ شويه، كنخرجوها وكنعاود نضغط على هذاك الكاوكاو باش كيثبت مزيان. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل كاع هذيك العجينه اللي عندي. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها بعد ما خرجناها من الفران كيفاش كتجي محمره وزوينه. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. هاد المقادير اللي درت ديال هاد الحلوى راه عطاتني كيلو و700 غرام، راه كتعطي كميه كثيره ما شاء الله. شوفوا الحلوى كيفاش كتجي محمره من جويه بجوج. صافي وكنقدموها هكا في طبق التقديم. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. يلا بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد.